السلام عليكم. النهاردة هنعمل الكشري المصري، ودي طبعا أكلة شعبية مشهورة. هعملها معاكم في البيت بطريقة تحفة، بتركات حلوة يمكن أول مرة تشوفيها ويمكن برضو شفتيها وعملتيها. من أول الدقة وجمالها والصلصة واللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده بمكون موجود عندك في المطبخ، وهقولك ازاي كمان الرز والشعرية والمكرونة يطلعوا معاكي مش معجنين. بس لأول مرة تشوفيني ياريت تكملي معايا الفيديو للآخر. اول حاجه معايا البصل، بصل اخضر بصل احمر اي بصل موجود معاكي، بس اللي يفضل يعني ان هو يكون بصل ابيض زي اللي انا عملته. لكل بصلايه معلقه من النشا. انا كنت عامله في الوقت ده 5 بصلات، بس انتي على حسب راحتك وعلى حسب انك انتي بتحبي البصل كتير في الكشري ولا لا. هتحط الطاسه بتاعتك على النار وهتحط فيها كميه من الزيت، واهم حاجه لازم الزيت يكون نظيف. تحطي كميه كده محترمه عشان البصل يتقرمش معاكي. مش هتحطي كل الكميه طبعا بتاعت البصل، احنا هننزل البصل شويه بشويه عشان ياخد راحته في السوا ويطلع مقرمش معاكي طبعا. وهتقلبيه باستمرار، مش هتشيل ابدا ايدك منه عشان ما يسودش معاكي. والله عايزه اسمعكم القرمشه طالع مقرمش على الاخر. البصل بتاعك هتطلعيه على مناديل المطبخ او في مصفاية زي ما انتوا شايفين عشان يطلع مقرمش معاك. كمية طبعا الزيت اللي احنا حطيناها هتفضل معانا لاخر الفيديو لاخر الاكلة. اصغر بصلاية كده عندك وشوية من الزيت اللي احنا استخدمناهم في الاول، وهتحطيهم في حلة او طاسة او اي حاجة معاك. نزلت عليهم بنص معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الكزبرة. هتقلبيهم كده تقلبتين 3 لحد ما لونهم يعني يبقى اصفر زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هتكوني طبعا محضرة كوز عصير طماطم او شوية كده من عصير الطماطم. وقبل طبعا ما ننزل بالطماطم لازم ننزل ب4 معالق من الخل. الخل هيدي الكشري ودقة الكشري بتاعتك طعم ما تتخيليش. طبعا هتكوني مجهزة الطماطم انت البصلة تاخد لون معاكي، هتنزلي عليهم على طول بالطماطم بتاعتك. يعني انت حوالي يعني كده كيلو من الطماطم، كيلو ربع من الطماطم، عشان الكشري طبعا بيحتاج الصلصة بتاعته كتيرة. في ناس طبعا ما بتعملش البصلة دي للكشري، لكن بالعكس والله بيديكي طعم وريحة حلوة خالص للكشري. نزلت عليهم معلقة كده من الملح ومعلقة من السكر. نزلت عليهم برضو في الاخر كده بمعلقة من الكمون عشان تديه الطعم الحلو. الكمون هنحطوه في الاخر عشان ما يمررش معايا. مج من المية حطيتها تغلي، نزلت عليهم ب4 قرون من الفلفل الرومي، عليهم قرن من الفلفل سبايسي. نزلت عليهم 4 معالق من الخل، وحوالي كده 5 ليمونات. يعني تكتري الدقة دي تكتري فيها الليمون هتلاقيها طعمها زي العسل. غلوتين كده او غلوة وهتنزليها من على النار طوالي. معايا كده برضو 3 معالق من الزيت، نفس الزيت اللي احنا كنا عاملين منه البصل. حطيته كده في الحلة، نزلت عليه بنص كيس من الشعرية. انا في الوقت ده كنت عاملة كيلو من الرز. يعني هتشوحي الشعرية شوية لحد ما تاخد اللون الحلو معاكي. اهم حاجة برضو ما تغمقش عشان ما تخليش الكشري طعمه مش حلو. هتشوحي الرز كويس خالص بحيث ان حبات الرز تبقى صفرة خالص، مش عايزاها بيضة عشان ما تعجنش. يعني هتقلبي فيها حوالي كده 7 دقايق، بعد كده هتزوديها بالمية. كمية المية طبعا انا مش هقدر اقولك خد قد ايه، بس هتبقى زايدة عن الرز بنص عقلة صباع. طبعا هتظبط الملح بتاعها وهتحطي لها مرقة من الدجاج هتغلي غلوة وهتوطي عليها البوتاجاز. معايا كده كيس من المكرونة الاسباجيتي وكيس من المكرونة الصغيرة، اصغر نوع مكرونة ارفع نوع مكرونة تستخدميه. هتستني المية تغلي وهتنزلي بكيس المكرونة الاسباجيتي وكيس المكرونة العادي. وبعد كده انا مش عايزاها طبعا تستوي خالص، انا عايزاها تستوي 75% سوا. وهتقلبيها طبعا عشان ما تعجنش. شايفين ادي السوا، تمسكيها في ايدك كده تلاقيها لسه فيها عضة، يبقى خلاص كده تنزليها وتصفيها. وبنفس الزيت بتاع الكشري بتاع البصل اللي احنا عاملينه في الاول تديها تقلبتين بيه. هعمل الدقة التانية اللي هي حطيت معلقة من الزيت، نفس الزيت اللي كنت مستخدماه، حطيت فيه معلقة من البابريكا ونص معلقة من الشطة. شطة حامية شطة باردة، اهم حاجة تحطي شطة، هو اللي هيديك اللون التحفة بتاع الصلصة. هتقلبيها على النار لحد ما تشم الريحة بتاعتها، هتنزل عليهم كوبشتين او 3 او 4 من الصلصة اللي احنا عاملينها. وكده خلاص الشعرية بتاعتي والمكرونة استوت. اديتها تقليبتين كده في الزيت اللي انا قلت لكم عليه بتاع البصل، هيديها طعم حلو خالص. والرز بتاعي خلاص برضو استوى، مفيهوش اي حاجة خالص، اللهم صل على النبي. مش معجنه وزي العسل زي ما انتوا شايفين. هو ده البصل واللون بتاعه التحفة. والصلصة شايفين اللهم صل على النبي المنظر بتاعها عامل ازاي والريحة، يعني بصي ما اقدرش اقولكم حلو ازاي.
طبعا عايزين تحطوا في طواجن، عايزين تحطوا في اطباق، براحتكم خالص. بس انا بصراحة يعني بحب اكل الحاجات دي كلها في طواجن. هتحطي كده طبقة من الرز من تحت، وعليها طبقة من الشعرية. طبعا لو انت حابة تسوي العدس الاسود في الرز، سويه تنقعيه الاول ساعتين وبعدين تسويه مع الرز. حابة تنقعيه ساعتين وتسويه لوحديه، براحتك خالص. بس انا نقعته ساعتين وسويته لوحده، يعني ياخد كده حوالي 10 دقايق وهتنزليه كده. خلاص الطاجن بتاعي بقى جاهز. اللهم صل على النبي، اهم حاجه كده صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكده كان فيديو الكشري. احسن ما تشتريه من بره، حاجه نظيفه وحاجه حلوه، حاجه عاملاها كده لعيالك بايدك. شايفين الشعريه عامله ازاي والرز عامل ازاي. اللهم صل على النبي. الفيديو بصراحة كان حلو، والكشري كان حلو خالص. أنصحكم كده إن شاء الله إنكم تجربوا الوصفة الحلوة دي، وإن شاء الله كده تفتكروني بدعوة حلوة من قلوبكم. دي بقى الدقة اللي أنا كنت عاملاها في أول الفيديو. ما تتخيلوش الطعم بتاعها والريحة، بصراحة تحفة. حابين تحطوا حمص على الكشري، تجيبوا كده الحمص تنقعوه حوالي 12 ساعة وتحطوه في المية المغلية وتسووه وتحطوه مع الكشري، بيدي طعم حلو. حابين تجيبوه المعلب اللي يبقى في العلب وتحطي له ميه كده سخنه خالص وتحطيه على. وما تنسوش اهم حاجه كده اللايك، وتشتركوا في القناه، وتحاولوا انكم انتوا تشيروا الفيديو لكل حبايبنا عشان الكل كده يشوف الفيديو. وان شاء الله كلنا كده نستفاد والقناه تكبر. وان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات تانية احلى واحلى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.